الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين السطور مع وحيد منصور. طبعا احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا في مواضيع كتير، وخاصة موضوع مشهور، لكن الأسبوع الماضي كلنا كده تفاجأنا ب يعني خبر محزن أحزن مصر كلها، وهو اللي حصل في مديرية الإسماعيلية. فاسمحوا لنا يعني إن احنا نعزي أنفسنا ونعزي أهالي الشهداء مديرية أمن الإسماعيلية، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنته، ونسألكم الفاتحة. ولادنا أبناء اللي في الإسماعيلية اللي استشهدوا يعني ما كانوش قاعدين في مكاتب، الناس دي كانت قاعدة بتحمينا، احنا كنا نايمين والناس دي قاعدة بتحمينا. فاللي قاعد متواصل مع لجنة أمنية، واللي قاعد متواصل بيعرف يعني مين اللي ماشي في الشارع، كل الناس دي كانت جاية رايحة شغلها في شغلها يعني، وكانوا سهرانين طوال الليل لحمايتنا. احنا كنا نايمين والشعب المصري نايم في امان وفي اطمئنان، واهل الاسماعيليه نايمين في امان واطمئنان. وقدر ربنا بقى رحمهم الله واسكنهم فسيح جنته، ونحتسبهم شهداء عند الله يعني، لان يعني الناس دي يعني ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عين باتت تحرس في سبيل الله. فالناس دي كانت بتحرس في سبيل الله، بتحرسنا يعني، فرحمهم الله واسكنهم فسيح جناته. ونسال الله ان يصبر اهاليهم يعني، ويصبرنا على استشهادهم. وطبعا دي يعني طبعا الحلقه بتاعتنا النهارده بتذاع في يوم 6 اكتوبر، النهارده جمعه ان شاء الله 6 اكتوبر، كل سنه وانتم طيبين. فالواحد يعني حقيقي يعني من حزن لانتصار، يعني حقيقي مصر مضغوطه ضغطه كبيره جدا يعني، في يعني كثره التفاعلات يعني. استشهاد اولادنا في مديريه الامن الاسماعيليه، ثم الاحتفال باعياد اكتوبر، ثم الانشغال العام بالانتخابات الرئاسيه. فحقيقي يعني كان الله في عون مصر والمصريين. اعزائي المشاهدين، احنا كنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على مشلول السوق واللي بيحصل في مشلول السوق. وطبعا لازم هنا اوجه الشكر للاستاذ او الحاج عيسى الفلاح الفصيح، الذي يعني شرفنا بمداخله من عنده، ونادى المسؤولين في جمهورية مصر العربية، ونادى عمل نداء للشعب المصري ان احنا نحافظ على الاراضي الزراعية، لان الاراضي الزراعية مفيش اراضي زراعية مفيش اكل. اراضي زراعية قليلة يعني اسعار زيادة، كلما قلت الرقعة الزراعية كلما زادت الاسعار. هنجيب منين؟ عندنا ارض بنزرعها وبناكل منها، تقل الارض ومحتاجين ناكل فنضطر نستورد، لما نستورد الاسعار تزيد. فكل الشكر والتقدير للاستاذ او الحاج عيسى الفلاح الفصيح، الراجل اللي هو اتكلم برضه وقال على المشكله بتاعت تجريف الاراضي الزراعيه. تجريف الاراضي الزراعيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه، لكن احنا اختصينا مشلول السوق لان الاراضي اللي طلع تتجرف فيها يعني اراضي لسه بدايه تتجرف، يعني ارض زراعيه وبدأ العمل على تجريفها بخطوات ثابته اولا باول. فبنشكر برضو الاخوه اللي بعتوا لنا وقالوا لنا على وجهوا نظر البرنامج يعني على الاراضي الزراعيه المجرفه. عشان ما نخرجش بره الموضوع، اللي حصل بعد الحلقه مباشره توجهنا بجزء من الحلقة أو بكوب من الحلقة، توجهنا بيه إلى محافظة الشرقية، عشان يعني ما يبقاش إن إحنا عملنا حاجة بدون علم المسؤولين. توجهنا إلى محافظة الشرقية عشان نقدم الحلقة بتاعتنا
والشكوى بتاعه المواطنين للسيد محافظ دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه. حقيقي يعني قابلتنا هناك السكرتاريه، والسكرتاريه تكلموا معانا بكل احترام وقابلونا استقبال رائع، وقالوا والله احنا لازم نعرف ايه المشكله عشان لو تستحق انها تعرض على معالي المحافظ يبقى هنحدد لكم معاه موعد. يعني لا تستحق ونقدر نحلها، السكرتاريه تقدر تحلها يبقى احنا هنحلها. فبالتالي السكرتاريه عرضنا لهم، انا بحكي لكم بالتفصيل الممل عشان خاطر يعني تبقوا عارفين احنا بالظبط عملنا ايه. السكرتاريه قالت فعلا الموضوع ده يعني يستحق دي تجربه اراضي زراعيه، لكن برضو سياده المحافظ يعني عنده اشغال اكتر فمش هيقدر يقابلنا، لكن المسؤول عن حمايه الارض الزراعيه في محافظه الزقازيق الاستاذ اسمه الاستاذ محمد حسين. مشكورا سكرتاريه المحافظه ادتنا ارقام التواصل مع الاستاذ محمد حسين. سكرتاريه محافظ الشرقيه ادونا ارقام التواصل مع الاستاذ محمد حسين وتواصلوا معاه واحنا قاعدين، قالوا له في مشكله معروضه في برنامج تلفزيوني، بعد اذنك لازم تطلع عليها وتشوف اذا كانت فعلا في اراضي مجرفه او غير مجرفه. الاستاذ محمد حسين اللي هو المسؤول عن حمايه الاراضي الزراعيه في محافظه الشرقيه تواصلت معاه تليفونيا، وحقيقي الراجل يعني كان يعني مهتم جدا 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 بالموضوع، وطبعا طلب مني ان انا طبعا متواصل معاه تليفونيا، فطلب مني ان انا ابعت له الحلقه على الواتساب. فبعت له الحلقه على الواتساب والراجل شاهدها وقال لي معقوله الكلام ده في مشتول؟ قلت له ايوه يا فندم والله في مشتول، ولو حضرتك يعني شايف انه ده مش في مشتول انا ممكن يعني اصطحب حضرتك وننزل هيخلي حضرتك تشوف رؤيا العين يعني. قال لي على كل حال يا استاذ وحيد احنا متشكرين جدا على المعلومات دي ومتشكرين جدا على التواصل معانا، وباذن الله احنا هنرد عليك قريب جدا. والله يا فندم يا جماعه ساعات قليله يعني مجرد ما قفلت معاه، وطبعا انا كنت في المحافظه في محافظه الشرقيه وروحت بيتي خدت لي تقريبا حوالي ساعه يعني من المعادي من الزقازيق للمعادي، يعني كنت وانا في بيتي. الراجل مشكورا الاستاذ محمد حسين تواصل معايا وقال لي يا استاذ وحيد تم تشكيل لجنه لفحص ومعاينه الاراضي الزراعيه اللي حضرتك قلت عليها، وتفضل مشكورا وارسل لي ارقام تليفونات اللجنه اللي قايمه تعمل معاينه للارض الزراعيه المجرفه. وبدات التواصل عشان اعرف يعني هل ربما يعني احنا كان ناس كتير جدا بتشكك ان التصوير ده مش في مشتول كويس طبعا. وفي حاجات تانية حصلت هنحكي لكم عليها، انا بحكي بالتفصيل الممل ليه؟ عشان المشاهد والمسؤول يعرف ايه اللي بيحصل بعد ما بتتعرض حلقات وتهم البلد وتهم المواطن. لازم تعرف ايه اللي بيحصل، في مسؤول بيهتم وفي مسؤول لا يهتم، واحنا بنتكلم بكل وضوح يعني. فانا حقيقي انا بعد خلصت الحلقه بتاعتي وبدات اعرضها وبدات اتواصل مع المسؤولين اللي هم خاصين بموضوع الحلقه، حقيقي الجميع كان متعاون، الجميع كان متعاون، وانا بوجه لهم كل الشكر والاحترام والتقدير على تعاونهم واهتمامهم. فسياده الوكيل او المدير المسؤول عن حمايه الاراضي الزراعيه في محافظه الزقازيق الاستاذ محمد حسين بعت لي رقم اللجنه او المسؤول عن اللجنه اللي قايمه تفحص. فكان المسؤول عن اللجنه المهندس محمد الاستاذ حامد محمد. الاستاذ حامد محمد هو اللي كان المسؤول عن اللجنه اللي طالعه تفحص مكان الاراضي الزراعيه.
تواصلت مع الاستاذ حامد. يا استاذ حامد، ازي حضرتك؟ وبعد التحيه انا بس عايز اوجه لحضرتك سؤال، هل التصوير اللي احنا صورناه صحيح او غير صحيح او ملفق؟ قال لي لا يا فندم، التصوير صحيح، وفعلا الاراضي الزراعيه مجرفه وعليها مباني لا يصح انها تكون موجوده على الايه؟ على الاراضي الزراعيه دي. ونحن الان في طريقنا لاتخاذ قرار بالازاله، لكن بعد اجتماع ونأكد انها فعلا يعني بنحصر الاراضي الزراعيه اللي هي عليها المخالفات. خلاص، يبقى احنا كده عملنا حلقه تلفزيونيه والحمد لله وصلنا للهدف، ان في مخالفه وهتنشال المخالفه. بعد فتره تواصل معايا الاستاذ حامد وقال يا استاذ وحيد، حصل من ان احنا حصل طلع قرار، اللجنه قررت بازاله المباني المخالفه والمبنيه على اراضي زراعيه. استأذنته ان انا اوجه الشكر لجميع المسؤولين، بدايه من الاستاذ حامد اللي انا بتواصل معاه تليفونيا الى وصولا الى سياده المحافظ، لان الجميع بصراحه كان متعاون معايا. فالراجل قال لي يا استاذ وحيد، احنا مش محتاجين اي شكر، احنا طلعت معانا الاستاذه مي وطلع معانا، قال لي على بعض الاسماء، لكن احنا مش محتاجين اي شكر، ده عملنا واحنا ادينا عملنا. فطبعا كان الموضوع يعني اسعدني جدا وبسطني جدا، زي ما انتم دلوقتي مبسوطين وسعداء ان يعني المخالفه تم ازالتها. قفلت مع الاستاذ حامد، شكرا يا استاذ حامد، وان شاء الله باذن الله في الحلقه القادمه هنتكلم على كل المواضيع دي، وبعد اذنك انا هوجه الشكر للجميع. قال لي زي ما حضرتك شايف، وخلاص الموضوع انتهى على كده. تواصلت مع الناس بقى اللي هم اصحاب الشكوى، ال 18 شخص اللي باعتين لنا شكاوي بان الاراضي الزراعيه مجرفه، وان ده سبب لهم ضيق في العيش، وسبب لهم يعني ايقاف عن العمل بتاعهم، وسبب لهم يعني حتى يعني ما بقوا يعني غيروا اعمالهم من مزارعين الى اعمال اخرى يعني. فقلت افرحهم، يا جماعه والله حصل كذا كذا وتم ازاله المخالفه الزراعيه اللي انتوا حضراتكم تواصلتوا معايا عليها. قالوا لي يا فندم فعلا المخالفه الزراعيه انشالت واحنا بنشكرك عليها، لكن احنا شايفين مجرد ما مشيت اللجنه اللي هي عملت الازاله، وبعد ما مشيت الجرارات واللجنه اللي عملت الازاله، اتفاجئنا ان الناس دي رجعت تاني وبيبنوا تاني وبيعملوا، هو عباره عن هنجر كبير كده معمول بالحديد وبالصاج، وصاج وحديد واخشاب وكده، وبيعملوا المباني رجعت تاني. يا جماعه ازاي؟ مش معقول. قالوا لي والله يا فندم، راحوا مصورين الاماكن وراحوا بعتونها لي. اتفاجئت طبعا. الصور انا ببعتها لكم دلوقتي وبعد اذنكم يعني. ايوه هي الصور دي يا استاذ طه، هي الصور دي بعد، ايوه الصور دي صور القاعه دي، هي دي القاعه والاراضي الزراعيه اللي لسه يعني الصبح كانت تم هدمها وبقت مش موجوده. اخر اليوم زي ما حضراتكم شايفين كده اتبنت تاني. والمفاجاه بقى، ايوه كفايه كده يا استاذ طه، هي دي ويا ريت يشوفوا الفيديو يعني. ايوه دي الارض الزراعيه زي ما احنا قلنا عليها قبل كده، وادي ده الزراعه زي ما احنا شايفينها، وادي اليمين القاعه الخضراء اللي احنا شايفينها، وشمال القاعه الخضراء اللي احنا شايفينها والزراعه اللي احنا شايفينها، وادي زي ما يعني. بس ده فيديو متصور النهارده، حتى هنلاقيه متصور بموبايل يعني من الاخوه اللي هم اصحاب الشكوى الرئيسيه يعني. ايوه هو ده. تمام، خلصنا الفيديو. وطبعا انا اتفاجئت
قلت طيب نتواصل تاني مع استاذ حامد ومع جماعه، نقول لهم يا جماعه تم اعاده المبنى اللي تم هدمه او المباني اللي تم هدمها او ازالتها، تم اعاده بنائها مره اخرى. حتى المسؤولين يعرفوا ان يعني ان في حصل من بعدهم يعني بعض يعني التلاعب في كلام انا حقيقي عاوز اقوله لكن متردد، لكن عشان انا كلمتكم بكل وضوح والموضوع بتاعنا يعني في كل البرنامج بتاعنا يعني مفيش حاجه نقدر نخبيها وبنقول الامور بصراحه. الله اعلم انا ده ما شفتوش، لكن الناس اللي كانت موجوده وشايفه الناس بتبني تاني بيقولوا ان يعني طبعا بيقولوا دي يعني انا مش مسؤول عنها، المسؤول عنها الاخوه اللي كانوا موجودين في وقت اعاده بناء القاعه دي تاني او المباني اللي هي المجرفه الارض الزراعيه. بيقولوا يعني ان كان في مسؤولين من المسؤولين عن مدينه مشتول، مش عايز اقول بقى فين عشان ما حدش يزعل مني، يعني شربوا شاي بالياسمين. شربوا شاي بالياسمين و طبعا مجامله، يعني اهل القاعه جاملوهم. فالمجامله زي ما قلنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال المجامله فساد. فهل المسؤول اللي قبل المجامله وشرب شاي بالياسمين هل تقبل ده على اولادك؟ هل تقبل ده على اولا اولادك؟ طب هل تقبل ده بصلاتك؟ انا اعرف انك انت راجل مصلي، هل تقبل ده لصلاتك؟ على كل حال اسمحوا لي بعد الفاصل ناخد فاصل دقيقه ان شاء الله باذن الله واعرض لكم اللي حصل بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا في كنت انا قلنا يعني ان الجماعه راحوا وكده وقبلوا المجامله، وزي ما قلنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال المجامله فساد، المجامله فساد. فكل شخص قبل المجامله مهما كانت المجامله، اذا كانت شاي او ميه ساقعه او اي حاجه يعني فهو يعني قبل فساد. او ده يعني راي شخصي ومش راي شخصي، دي سياده الرئيس هو اللي قال كده، يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كده المجامله فساد. فاي مجامله هي فساد، فاي مجامله سيادتك قبلتها فده فساد. المفاجاه الاكبر بقى او يعني الشيء المحزن او المخزي ان انا جات لي دعوه شخصيه كويس من خلال التليفون، حد تواصل معايا تليفونيا وقال لي كده يا استاذ وحيد حضرتك معزوم النهارده. الكلام ده كان يوم يا جماعه، كان يوم الاربعاء كويس. قال لي حضرتك معزوم النهارده على حفل زواج في القاعه اللي سيادتك طلعت اتكلمت عنها والاراضي الزراعيه اللي حضرتك اتكلمت عنها، فاتفضل مشكورا اقعد معانا يعني تشرب معانا، نعمل معاك واجب يعني، لان عشان تعرف ان انت مهما عملت ومهما قلت واتكلمت عن الفساد والفاسدين، احنا مش فاسدين ولا حاجه. احنا الحمد لله فتحنا القاعه وشغلناها تاني، والمحلات اللي حضرتك اتكلمت عليهم الاربع محلات ما تهدوش ولا اي حاجه كويس وكده. وحضرتك معزوم يوم الاربع على فرح يعني حفل زفاف، ومعزوم يوم الخميس على حفل زفاف. طبعا دعوات مكيده كأن انا الموضوع شخصي، كأن الموضوع شخصي بيني وبين اصحاب القاعه. اصحاب القاعه يعني اكيد جابوا رقم الموبايل بتاعي من انا بنعرض رقم الموبايل على الشاشه يعني واكيد. لكن اللي بقى زعلني اكتر واللي انا دلوقتي حابب اعرضه
بستأذنك يا استاذ طه، هتعرض لنا المكالمه بس بعد يعني ما اخلص وافهم المشاهد ايه اللي حصل في المكالمه. يعني جاتني مكالمه بتهدد فيها بكل شيء. يعني انت عندك اولاد وعندك بنات وعندك كذا، وخاف على اولادك، خاف على اللي عندك كده يعني. واحنا طبعا كلموني عن فتوة شهير جدا يعني، او حد شهير جدا يعني معروف، وده اللي هيعمل معاك وهيسوي معاك، ويعني تهديدات انا مش هقدر اقولها والفاظ، فاسمحوا لي يعني هنقطع منها الالفاظ الغير لائقة. واسمعوا بقى حضراتكم المكالمة اللي حصلت من البلطجي ليا شخصيا، كان بيقول لي فيها ايه. اسمعوها معانا. السلام عليكم. استاذ وحيد، تحت امرك. ازيك يا فندم؟ الحمد لله تحت امرك. حضرتك قناه ايه يا استاذ وحيد؟ ليه يا فندم؟ بلاش يعني اعرف قناه ايه؟ لا بس اعرف مين حضرتك؟ يمكن عايز اعمل لقاء، عايز كده يعني. ايوه مين حضرتك يعني نتعرف على بعض. سميني الكابتن محمد مثلا. ايوه كابتن محمد تحت امرك. بس عشان تعرف ايه تتكلم مثلا زميلك، قول لي الكابتن محمد عشان تعرف تتواصل، بس مش اكتر تحت يعني. امرك. ايوه كابتن محمد تحت امرك. قناه ايه يا فندم؟ سيادتك انا على الحدث اليوم ها؟ والصحه والجمال حدث والشباب. ايوه يا الحدث فندم. يعني محمود عيسى يعرفك؟ ايوه يا فندم. محمود عيسى والتلفزيون وجريده حدث نيوز 1. يعني محمود عيسى عارفك كويس؟ ايوه يا فندم. مرهان حسين تعرفك كويس؟ ايوه مين يا حسين؟ طيب يعني صاحبة القناه نفسها تعرفك كويس؟ ايوه سيادتك بقى محتاج مني انا ايه؟ بص يا استاذ حاتم. نعم. استاذ حاتم برضو ولا مين؟ حضرتك متصل باستاذ حاتم؟ لا استاذ وحيد. تحت امرك. تمام. انت معاك تصريح باللي انت رفعته يا فندم؟ بايه يا فندم؟ انا معاك تصريح بالفيديوهات اللي انت رفعتها تصريح من مين؟ من الداخليه؟ ايوه مين بقى سيادتك بقى بيكلمني بقى بقول لك صفه يعني؟ بس انت هتقعد تقول لسيادتك. نعم يا فندم. انا بقول لك معاك تصريح من وزاره الداخليه برفع الفيديو. انت مين حضرتك؟ برضه انت مين يا عم؟ بعدين نعرف انا مين. أنا بكلمك بكل ذوق لحد دلوقتي. لا انت دلوقتي ما فيش اي ذوق في كلامك. يعني ذوق؟ ما فيش اي ذوق في كلام حضرتك. على العموم انا اللي عمايا بقوله لك. ايوه انت بتقول لي انا اعرف. انا بقول لسيادتك ما فيش اي ذوق في كلام حضرتك. جدع خليك. بص اهم حاجه خليك اكتر من كده. ايوه كان ما اعمل ايه تاني يعني؟ المفروض اعمل ايه؟ طبعا اقفل؟ جدا. تحب اقفل في وش حضرتك ولا انا راجل محترم ببلاش اقفل؟ لا بص انت راجل اعلامي جميل و... وراجل على العموم خليك معايا وانا هقول لك انا مين. تمام انا مع حضرتك اتفضل. انا بعمل مكالمه فون اهو، صح كده؟ اتفضل يا فندم. ماشي باشا. باشا في اعلامي اسمه وحيد منصور يا فندم. هو معايا على التليفون التاني يا باشا. الراجل ده عمل مصيبه دلوقتي وجالي تليفون من بره. عمل مصيبه ما بين عيلتين كبار، المفروض ان هم بيقتلوا في بعض. جاب ناس مزوره، هو سمعنا دلوقتي عامه يعني. فهو جاب ناس مزوره قالت ان في ارض اتبنت ومش اتبنت على ارض زراعيه وقاع ومش قاع، ودخل نفسه في موضوع كبير. والكلام لسه جاي لي من شويه. فبقول له يا استاذ فلان، بيقول لي مين معايا؟ قلت له قول الكابتن محمد وخلاص. قلت له تعرف استاذ محمود؟ قال لي اعرفه كويس. فالراجل سامعك يا استاذ محمود عشان بس يكون واضح للكلام. الراجل عمال يقول لي كلامك ما فيهوش ذوق، مع ان انا ما اتكلمتش الا بكل احترام. هو لحد دلوقتي ما يعرفنيش. بس استنى بس انا اعرفه، بس انا شخصيا هو يعرفني بس انا ممكن ما اعرفوش. هو سامعك الراجل اهو. استاذنا تحت امرك. هو انت سامع الاستاذ محمود ولا مش سامعه؟ سامع يا فندم اتفضل. كلمه يا محمود. عرفني حضرتك الله يكرمك مين؟ ممكن اعرف حضرتك مين وعاوز ايه وايه سبب المكالمه دي وفي الوقت المتاخر ده؟
هو انا اللي بقول ولا إيه؟ حضرتك انت بتقول حضرتك انت تعرفني صح؟ انا ما اعرفكش، يعني انت مش انا تواصلت مع حضرتك تليفونيا انت الان بتقول يعني. لي اليوم، مش انت قلت لي انا الحد تواصلت مع حضرتك تليفونيا. اه تواصلت معايا تليفونيا. لا انا تواصلت معاك انت مع حضرتك اه يعني. تواصلت على التليفون ده وطلبت 25,000 جنيه عشان الفيديو. مين اللي طلب؟ انت. طب ما سجل يا عم الكلام ده مسجل عندك. على فكره يا بص عشان ما تخلينيش بس اغلط، انا ما بسجلش، انا هوريك معنى الفلوس اللي انت خدتها يا استاذ محمود. محمد ايه ده؟ حاضر يا باشا انا معاك اهو. طب يا يا باشا باشا اي اوامر بعد اذنكم. حاضر وانا يا مضطر باشا. اقفل، انا مش فاضي لقله الادب والمهاترات دي، بعد اذنكم سلام عليكم. هاممني لواء ولا هاممني امين شرطه ولا هاممني ما، انا كل اللي يهمني خوفي من الله سبحانه الله وتعالى. هنتكلم مع بعض وش وراجل لراجل، انا تحت امرك. هنهدد بعض، ما نقولش لازمه التهديد. نتكلم بلد وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض في الاخر، تمام؟ الله ينور عليك، اتكلم بقى ودي ومفيش داعي نهدد بعض. يا عم وحيد تحت امرك اتفضل. نتكلم بلدي اهو. تحت امرك اتفضل. بص يا عم وحيد، تحت امرك. انا المطريه. احسن ناس. ربنا يخليك. الله يبارك لك. عندي 3 كافيهات في المهندسين. ربنا يبارك لك ويوسع عليك يا رب. عندي واحد في محي الدين ابو العز جنب مكتب المعلم صبري نخنوخ. زي انا الفل حبيبي المعلم صبري. اسمع بقى، تحت امرك. الكلام البلدي. ايوه عدل. هنتقابل انا وانت بقى عند مين؟ في المكتب عند المعلم. تمام يا ريس. ولا ساعتها بقى تعرف مين لا يا باشا، لما يكلمني المعلم صبري انا مش هيكلمك، لا هيكلمك جون. اسمع، تحت امرك. اكلمك عشان سنك، قلت لي سني ومش سني. تحت امرك. اولا مشتول السوق دي فيها 3 عائلات، حرب اهليه ما بينهم. بسبب انا يعني بسبب بس يا فندم اسمع. اتفضل. ده 2 كانوا في العنايه المركزه بيموتوا بسبب واحد طعنهم ازيد من 7 طعنات، وواحد اتشال منه حته من الكبد. يوم يا باشا سافر بره الامارات وكده، مش كده يا فندم؟ لا ماليش دعوه بحد، انا ما اعرفش مين هم اللي بقول لك عليهم دول. ده اللي حصل. مش هتقول تكلمني اخويه يا باشا؟ انا بسمعك والله اهو. انا بكلمك اخويه. تمام. عيلتين وعيله كمان اتخانقوا مع بعض، ولد صغير عنده حوالي 16 سنه انطعن واتشال حته من الكبد. تمام. وبعد التاني ما خد طعنه نفذه وراح تحول على الزقازيق، راح قاعد في الزقازيق 15 يوم نفس خارج ونفس طالع، وهم دلوقتي على ماشيين القانون ياخد مجراه. زي ما حضراتكم سمعتم كده المكالمة من الشخص البلطجي ده وبيكلمني. طب هل كل شخص عنده مشكلة او كل اعلامي او كل مقدم برامج او كل بيعرض مشكلة بيتعرض للتهديد ده؟ مين الناس اللي ورا البلطجي ده؟ يعني ايه القوة الكبيرة جدا اللي وراه اللي يخليه يكلمني بكل الجراءة دي ويهددني التهديدات دي؟ انا الحمد لله يعني احنا يعني متعلمين كتير وفاهمين كتير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني ما نخافش الا من ربنا يعني، واللي يقدر يعمل اي حاجة يعني ربنا ان شاء الله، ربنا اولا معانا وثم ان شاء الله باذن الله احنا في بلد قانون يعني. فانا عرضت على حضراتكم المكالمة عشان بس نعرف ايه اللي دار واللي بيحصل في مشتول والاراضي المجرفه في مشتول، وازاي الناس دي قويه جدا ويعني عندها احساس انها فوق القانون. طبعا انا كده خلصت الحلقه بتاعتي او رديت على التساؤلات الخاصه بحلقه مشتول، وان شاء الله طبعا هنحاول محاوله تانية وثالثه ورابعه مع الاستاذ محمد حسين. طبعا قبل الاستاذ محمد حسين اللي هو المسؤول عن الاراضي الزراعيه المجرفه في مدينه مشتول او في محافظه الشقاشيق في محافظه الزقازيق. هنحاول بقى ان احنا باذن الله برضه نتواصل معاه تاني وثالث ورابع بحيث ان احنا نوصل في الاخر ان المخالفه دي تزال كويس زي ما تم ازالتها مره اولى. ان شاء الله باذن الله هتزال مره تانية وباذن الله تبقى مره تانية واخيره. ده وعد مني لجميع الاخوه
قدموا شكاوي ومتضررين من تجريف الأراضي الزراعية في مشهول. فأعتبر أنا كده خلصت الجزئية الأولانية الخاصة بموضوع مشتول السوق والأراضي المجرفة في مشتول السوق. طبعا أطلع فاصل بعد إذنكم عشان أبدأ معاكم في موضوع جديد مختلف كل الاختلاف عن موضوع مشتول السوق. فاصل ونعود إن شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا الموضوع الجديد هو مع كل الأسف يعني برضو خاص بالموضوع الأحياء أو يعني مركز رئاسة أحياء المدن. يعني في المنطقة الشعبية بيسموه الحي، في مناطق بيسموه مركز رئاسة مجلس المدينة كده يعني. المهم هو الحي يعني. فأنا النهاردة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا دي هنتكلم عن رئاسة حي تاني الإسماعيلية، والتي ترأسه السيدة فاضلة رئيسة حي تاني الإسماعيلية الأستاذة تقريبا الأستاذة سعدية. لكن هو رئاسة، ربما أكون أنا غلطان في الاسم، أنا حقيقي غير متأكد من الاسم، لكن أنا متأكد من اللي هبدأ أسرده دلوقتي وأحكيه. يعني الأستاذة سعدية هي رئيسة إن شاء الله، هي رئيسة حي مركز تاني الإسماعيلية. في مركز تاني الإسماعيلية في الشوارع التجارية أو الأماكن التجارية الموجودة في مركز تاني الإسماعيلية محلات كتيرة جدا. كل شخص عاوز محل بيأجر محل عادي جدا، تخش تسأل على صاحب العمارة، تأجر منه العمارة، تفتح المشروع بتاعك، تشتغل، تأجر محل عادي جدا. والله عاوز تعمل ترخيص والحي بدأ يسألك فين الترخيص بتاعك، بتاخد أوراق الإيجار بتاعتك بتطلع بيها على الحي عشان يعملوا لك الترخيص. دي معلوماتي أنا كراجل، يعني أنا ما مواطن عادي يعني عاوز أعمل ترخيص. إذا كنت هعمل محل تجاري، محل مطعم، محل أي شيء، يعني أي موضوع بيزنس. اتفاجئ تجار أصحاب محلات حي تاني الإسماعيلية بإن جاي لهم شاب مؤدب وديع خلوق هادي جدا بيعدي على المحلات محل. السلام عليكم، عندكم ترخيص؟ لا والله يا فندم ما عندناش ترخيص. أنا بتكلم عن الناس اللي ما عندهاش ترخيص. لا والله يا فندم احنا ما فيش عندنا ترخيص، احنا لسه فاتحين جديد. طيب فاتحين بقالكم قد ايه؟ والله بقالنا شهر او شهرين. طب لو سمحت اسم المحل واسم صاحب المحل. بياخد بياناتنا، يعني بياخد بيانات الناس اللي شغاله في المحل او الناس اللي هم المسؤولين عن المحل التجاري. ايه المطلوب يا فندم؟ والله المطلوب تعدوا تمروا على الحي عشان نعمل لكم ترخيص. تمام يا فندم، احنا هنروح نعمل ترخيص. كويس. بناء عن طبعا مضى الناس على ورق صغير كده ان احنا تمت الزياره وانت لازم في خلال 15 يوم تيجي تعمل زياره للحي تاني الاسماعيليه. في خلال ال 15 يوم في ناس بقى راحت تسال ايه المطلوب منا عشان نعمل ترخيص. انا عايزك بقى كمواطن او كمسؤول بيسمعني تعرف الاوراق المطلوبه عشان تعمل ترخيص في الإسماعيلية أو في رئاسة حي تاني الإسماعيلية. مطلوب من حضرتك عقد إيجار، ده شيء طبيعي. مطلوب من حضرتك ورق البيت أو العمارة اللي أنت مأجر فيها، الرسم الكروكي للعمارة اللي أنت ساكن فيها. مطلوب من حضرتك الرسم الكروكي أو الرسم الهندسي للطابق الأول اللي المحل بتاع حضرتك فيه. مطلوب من حضرتك رسم هندسي بمساحة المحل 2 في 3 4 في 5 كده، يعني رسم هندسي. الرسم الهندسي ده بفلوس. الأوراق التانية
اللي هي المطلوبه، هو مديلك 15 يوم عشان تطلع الرخصه تحضر الاوراق دي. الاوراق المطلوبه دي محتاجه لها 15 سنه عشان تطلع. يعني عماره بقى لها 70 سنه او 60 سنه او 40 سنه مبنيه، يجيب منين الرسم الهندسي بتاع العماره؟ طب يجيب منين تراخيص العماره اللي محطوط فيها المحل؟ دي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه، الناس القاسم الاعظم من تجار مأجرين المحلات دي ايجار قديم، اللي هو الايجار القانوني القديم. فاللي مأجر ب 50 جنيه، اللي مأجر ب 100 جنيه، اللي مأجر ب 300 جنيه، اللي مأجر ب 400، ارقام يعني غير يعني ما ترضيش الضمير يعني. لكن هو مأجر عنده يعني عنده المبرر بتاعه ان هو مأجر من 50 سنه، فانا مأجر من 50 سنه او من 40 سنه، فانا بدفع كل شهر 300، فانا دفعت ثمن المحل اللي انا مأجره ده. ما ينفعش ان انا ازود الايجار عن 300 او عن 310 او 320 كده يعني. ده عنده مبرره، وصاحب العماره خلاص راضي بكده، بيقول ان انا مثلا يعني مشارك الناس اللي هم مأجرين مني بالايجار القديم كانهم شركاء معايا في الورث. يعني لو ورثت او ابائنا واجدادنا فنعتبر الناس دي شركاء معانا وراضيين. اللي مأجر بقى المحل بالايجار القديم ده يا ريته قاعد فيه. زي حضرتك كده مأجر محل ب 100 جنيه ب 50 جنيه ايجار قديم، ما بتقعدش فيه بقى. تجيب واحد بيدور على محل، شباب محتاجه تدور على محلات تشتغل فيها، عنده مشروع تجاري عايز يعمله، يفضل تعالى عندنا محل للايجار. محل حضرتك؟ ايوه محلي. طب سيادتك انا عاوز اجره. يقول لك انا مش هقدر اعمل لك عقد ايجار، انا هعمل بيني وبينك عقد شراكه. شيء عادي طبيعي يعني. فيتعمل بين المستاجر القديم والمستاجر الجديد عقد شراكه عشان يخرج من تحت طائله القانون. لان لو مستاجر عمل عقد ايجار لمستاجر فمن حق المالك يطرده. فعشان المالك الاساسي للعقار او للمحل ما يطردوش، بيتلاعب بقى في الايه، في الجزئيه دي. يعني تعالى احنا هنقول انك انت مش مشارك، يعني مش هنقول انك انت مأجر مني، انت هتأجر. طبعا هو مأجر ب 300 ب 200 زي ما يعني حسب الاتفاق اللي هو القديم، فيبدأ يأجر بأضعاف مضاعفة الإيجار الجديد. لكن الورق الرسمي اللي مكتوب في الورق انه مش مؤجر، ان المستأجر الجديد ده مش مستأجر، ده هو شريك بينهم عقد شراكة. انا لما يجي الحي بقى يقول لي انا عاوز رخصة، لازم تعمل رخصة، حق الدولة، حق الدولة انك تعمل رخصة. طب يا سيدي انا عاوز اعمل رخصة، يقول لي هات لي عقد ايجار. طب ما انت ما عندكش، ما هو ما عندوش عقد ايجار، هو معاه عقد شراكة، معاه عقد شراكة، فيضطر يروح للي هو مأجر منه. اذا طلعت الرخصة ما بتطلعش باسم صاحب الشغل نفسه، بتطلع باسم صاحب المستأجر القديم. فبالتالي انت حطيت المستأجر الجديد اللي هو صاحب رأس المال تحت يعني طائلة وتحكم المستأجر القديم. فبالتالي المستأجر الجديد يقول لك لا انا مش عاوز اعمل ترخيص، فاذا ما عملش ترخيص اتحط تاني تحت طائلة القانون. نقولها تاني صعبة شوية، ها؟ محدش يا جماعة في الشارع التجاري في الإسماعيلية أو في دوران رضا أو في شارع، محدش يعني قليل جدا اللي هم أصحاب الأملاك اللي مأجرين، اللي مأجر حد مستأجر قديم مأجر لمستأجر جديد، ومش عامل بينه وبينهم وبعض عقد إيجار، عاملين عقد شراكة. إحنا شركاء، عشان لما يجي المالك يسألك أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت مين؟ والله أنا شريك المستأجر منك. مشكلة بقى المستأجر ده عاوز يعمل ترخيص، فبيروح الحي يا جماعة اعملوا ترخيص، أنا عاوز أرخص.
يقولوا له هات لنا ورق. طب هو اصلا مش مستاجر. طيب يمشي، اتخرب بيته، عامل ديكورات وجاب بضاعه وجاب محلات، ما يمشي يروح فين؟ كويس؟ فيضطر يفضل دايما تحت طائله القانون. في حل؟ في حل سهل جدا. انا اروح للاستاذه سعديه، انا كمستاجر، اعتبر ان انا راجل مستاجر. استاذه سعديه انا عاوز اعمل ترخيص. اسمك ايه؟ اسمه فلان ابن فلان. حضرتك ادي ترخيص لمده سنه لحد لما تحضر اوراقك. بكم الترخيص؟ زي ما يكون. ليه عزل؟ اللي قرروا القانون في من خلال الحي يطلع الترخيص ده ويعمل له ترخيص، يعمل له رخصه يمشي بيها. لكن نتفاجئ او يتفاجئ التجار ان حصل هجوم على المحلات وقفل المحلات بالقوة القانون وبرشمتها بالبرشام الأحمر، وتتبرشم المحلات وتتقفل المحلات مفاجأة. ليه؟ عشان ما همش ترخيص. طب هندفع مخالفات. اتفضلوا قابلونا في الحي. تروح الحي عشان تدفع المخالفة. يعني محل مقفول متبرشم ببرشام أحمر، مخالفته كام؟ وطبعا زي ما قلت لكم 25 شخص اللي هم يعني باعتين الشكوى بيقولوا احنا رحنا الحي قفلوا لنا المحلات. في محلات كانت قافله تم برشمتها وغلقها يعني وحطوا عليها شمع احمر، وفي محلات مفتوحه اتقفلت واتعملت بالشمع الاحمر. ورحنا 25 شخص للحي. ايه المطلوب؟ تعملوا تراخيص. طب احنا اوراقنا مش جاهزه للترخيص، وحاولنا نشرح لهم ان احنا يا جماعه مأجرين، لكن مش مأجرين بعقود، احنا مأجرين بعقود شراكه. احنا ملناش دعوه، احنا عايزين من حضرتك تجيب لنا عقد ايجار وباسم النشاط، وتجيب لنا الاوراق بتاعه الطابق الاول والرسم الهندسي بتاعها، والاوراق بتاعه الرسم الهندسي بتاعه العماره كامله. انا مالي؟ انا اجيب ده منين؟ انا كمستاجر اجيب ده منين؟ احنا مالنا؟ القانون كده. سيادتك هتخرجنا، هو القانون بيقول كده، عشان اطلع لك رخصه لازم تعمل 1 2 3. طب انا مش هقدر اعمل ده. خلاص ادفع المخالفه يا فندم. ادفع المخالفه. المخالفه كام؟ قالوا 5000 جنيه. مخالفه فتح البرشام بس 5000 جنيه في 25 شخص. الناس جالها هستيريا. الناس جات لها هستيريا. ازاي يا جماعه 5000 كل شخص؟ الناس ما فيش في الظروف. طبعا الناس اللي ما تعرفوش ان الكهرباء بتقطع يوميا في مدينه الاسماعيليه، يوميا يعني بتقطع كتير. فعشان كده اللي بيبيع المحلات تقريبا يعني الشغل عندها تعب يعني. طب هندفع ازاي 5000؟ المهم حصل شبه يعني نقول اعتراض شديد جوه الحي. نزل نائب رئيس الحي مشكورا للناس اللي هي معترضه دي وقال لهم ايه؟ يا جماعه على ضمانتي انا، وانا توسلت بالسيده الفاضله رئيسه الحي وقالت لي هي مش موافقه، لكن انا على ضمانتي انا وعلى مسؤوليتي انا تدفعوا كل واحد 3000 جنيه مش للترخيص، لفتح بس البرشام عن الايه؟ عن الناس تفتح محلاتها ويشيلوا البرشام الاحمر، فض الشمع. وبالفعل ناس كتير الجميع كل واحد دفع 3000 جنيه ومفيش ترخيص. ده انت لسه هتجري في الترخيص. طيب اصلا مفيش ترخيص، والناس اللي عندها ترخيص مش هترخص لانه هو اصلا مش مستاجر. هو مش مستاجر، معهوش عقد ايجار، هو معاه عقد شراكه وعاوز يعمل ترخيص. يعمل ايه يا استاذه سعديه؟ واحد عاوز يرخص، صرف امواله كلها في المحل ده وعاوز يرخص، يعمل ايه؟ مفيش معاه عقد ايجار ومستعد يرخص، مستعد يدفع فلوس عشان يرخص. انتوا مش قابلين منه الترخيص ليه؟ فدي رساله للاستاذه سعديه رئيس حي تاني الاسماعيليه، رئيسة حي تاني الاسماعيليه. حضرتك الناس عاوزه ترخص ازاي؟ مفيش. ما
الناس دي مش مأجرة بعقود، او القاسم الاعظم منهم مش مأجر بعقود ايجار. وهيجيب منين؟ هيجيب منين كمان الرسم الهندسي لعمارة مبنية بقالها 50 سنة او 40 سنة؟ هيجيب منين؟ الناس دي مأجرة، عاملة عقود شراكة وهمية عشان خاطر يعني صاحب الملك او صاحب العمارة ما يعرفش ان هو مأجر، لان لو عرف برضه نزل تحت طائلة القانون يقول له انت مأجر اطلع بره، ويطلع المستأجر القديم والجديد، ويبدأ صاحب العمارة او المالك الحقيقي للعمارة يبدأ بقى يعني ايه يسترد حاجته. حضرتك عارفة كده، وبلدنا كلها الناس في مشاكل كتير جدا بسبب القانون القديم، قانون الايجار القديم وقانون الايجار الجديد. فاحنا يعني بنناشد الاستاذه سعديه رئيسه حي الاسماعيليه تاني، رئيس حي تاني الاسماعيليه، لو سمحت يا فندم الناس التجار اللي هم لسه ما طلعوش ترخيص بيناشدوا حضرتك، هم عندهم استعداد ييجوا يدفعوا رسوم الترخيص، حتى لو ترخيص مؤقت سنوي، حتى لو ترخيص مؤقت كل 3 شهور. عايز يخرج من تحت يعني مش عاوز يبقى قدام حضرتك متهم انه بيدفع، لا هو عايز يدفع وعاوز يشتغل، لكن حضرتك حاطه يعني ايه لازم تجيب لي الاوراق دي، مش هيقدر يحضرها بعد 15 سنه. ايه الحل؟ واكيد الحل عند حضرتك. ثم ان شاء الله باذن الله يعني انا كده دي المناجاه اللي انا بقولها للاستاذه سعديه رئيس حي تاني الاسماعيليه، وان شاء الله باذن الله يكون في حل، وهنتواصل معاها باذن الله ونشوف اذا كان في حل تقدر مناسب للاخوه اصحاب المحلات اللي بعتوا لنا على شكوى غلق المحلات و كده يعني. على كل حال اتمنى ان احنا النهارده نكون يعني خفاف عليكم، وسعيد جدا ان انا كنت معاكم النهارده. وطبعا زي ما قلت لكم ارقام موجوده على الشاشه، لو في اي حد عنده مشكله عنده اي موضوع ممكن يتواصل معنا. وطبعا احنا المره اللي فاتت كان معانا الاستاذه ايه مهدي، الاستاذه ايه مهدي عندها عمل تاني، فهي حاليا خارج مصر، فالنهارده احنا ما عرفناش نجيبها لانها يعني امورها يعني عندها في شغلها يعني، فانا بعتذر انها غير موجوده، وهي برضو وصتني ان انا ابلغكم السلام ان شاء الله باذن الله. فان شاء الله هكون موجوده معانا الاسبوع القادم في الحلقه القادمه باذن الله. فتحيات الاستاذه ايه مهدي، بنقل لكم تحيات الاستاذه ايه مهدي لكم جميعا، وان شاء الله باذن الله نلتقي الاسبوع القادم. وما تنسوش تتواصلوا معانا على ارقام التليفونات اللي قدامكم دي في اي مشكله في اي موضوع. شرفتوني وسعيد جدا بتواجدي معاكم النهارده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.